مرحبا. تستعد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإطلاق تغييرات مهمة في الطاقم التقني للمنتخب المغربي بعد خسارة نهائي كأس أفريقيا 2025 في خطوة وصفها البعض بالجراحة الاستراتيجية قبل انطلاق مونديال 2026. الهدف الأساسي حسب مصادر مقربة من الجامعة هو دعم المدرب وليد الركراكي وإعطاء الفريق تقنيات حديثة للتعامل مع المباريات الكبرى. رغم الحديث عن تغييرات واسعة، يبقى الركراكي في منصبه مدرب للمنتخب المغربي، لكنه سيعمل وفق إطار تقني جديد يسمح بتركيز كامل على الجوانب التكتيكية. الجامعة قررت أن يكون له نظام دعم أكثر هيكلة، يقلل من الضغوط ويتيح له مساحة أكبر للتركيز على الأداء في الميدان. ما هي التغييرات في الطاقم المساعد؟ أحد أبرز التحولات المرتقبة يتعلق بالطاقم المساعد. تعيين مدير تقني جديد من مستوى عالمي سيكون حلقة وصل بين الجامعة والمدرب لضغط الصلاحيات وتحسين اتخاذ القرارات التكتيكية. غربلة لبعض المساعدين الذين لم يظهر تأثيرهم بوضوح خلال نهائي كأس إفريقيا، واستبدالهم بكفاءات قادرة على تقديم حلول عملية أثناء المباراة بما يعرف بالبلان بي. إدخال المعدين الذهنيين ومحللي البيانات لتعزيز الجانب النفسي والفني والتعامل مع الضغوط المرتبطة بالمباريات الكبيرة. الخطوة تهدف إلى حماية الركراكي ودعمه مع فرض نفس جديد في أسلوب العمل قبل الاستحقاقات العالمية، وخصوصا المباريات القادمة أمام البرازيل واسكتلندا في مونديال 2026. هذه التغييرات تعكس رغبة الجامعة في الجمع بين الخبرة المحلية والدعم التقني الحديث لضمان أفضل أداء ممكن للفريق الوطني. إلى اللقاء.